للناس ورسم بالامل وجه الحياة. ابتسم للناس ورسم بالامل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمعك لا من دعيت. ما يدوم الحال مهما طال يا بنادم مداه، كل شي وله نهاية دام كل به بديت. ابتسم للناس ورسم بالامل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمعك لا من دعيت. ما يدوم الحال مهما طال يا بنادم مداه، كل شي وله نهاية دام كل به بديت. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما دريت. عانق احلامك بكلمة الله يسمع من رجال. ما هو اصعب موقف حصل لك في اليمن او في السعودية؟ والله ما قد حصل لي ولا موقف. طيب عندك نكتة ولا اي شيء؟ في نكتة نجيبها، يعني نكتة في مرة مريت على واحد وهو محمل حمار من هذا القمح وملح حاجة. قام الحمار هذا محمل له فوق الطاقة. الحمار هذا هبل لما قدام المحطة برك ما عاد مشي. بعدين يدعي الشباب اللي جنب المحطة ويشوف السيارة واقفت بالمحطة، قال أنا قارفهم يتعاونوني ما معه، قال معي الحمار. قاموا الجماعة يسحبوا الحمار هذيك للمحطة، ما يشوفون هذا، قال يا بعلي حماري ب 25 عم الله يمشي. ايوه. قام الرجال مسك 4 قرون بسابيس ودام سابت الحمار ودام مسؤول الماسوره. الحمار هذا خلت الحمله وهرب. قام يجري بعد الحمار وشعد لفه. ما جرى بعد الحمار بسابه ورجع. الناس ورسم بالامل وجه الحياه، وانسى همك دام ربك يسمعك لا من دعيت. ما هو الموقف المحرج اللي حصل لك في حياتك في اليمن او في السعودية؟ أنا موقفين محرجين. مرة في اليمن، مرتين في اليمن بس. ايوه. المرة الأولى لما غير باسمي من ريان إلى مساوي، وراح قسم لي المدرسة القرية حتى وصلت بعد وعمري 10 سنة. غير اسمك من ريان؟ من ريان لمساوي. من ريان من مساوي لريان. كان اسمي على قد مساوي، خلفني لريان. وأصبحت يعني انزكاكات والعين بين الشباب والمدرسة، وقسم المدارس وجمع الأمة كلها. البعض يصح لي يا مساوي والبعض يصح لي يا ريان. وبعدين كيف؟ وبعدين هذه القصة هذه محرجة اللي أقول يعني. آخر شيء صار اسمك ايش؟ شهر اسمه مساوي والبعض يدعي ريان. لا حتى لا؟ لا حتى لا. مشكل يعني؟ مشكل. أصعب موقف حصل لي في السعودية. ما هو؟ إني قابلت اليوم واحد سعودي وسألني ايه؟ قال لي يا أبو يمن صحيح أنتم تأكلون الذرة والشعير والدخ؟ ايه؟ قلت له نعم. قال طيب إيش بقيتوا للحمير طال عمرك؟ قلت له بقينا للحمير الكبسة. هذا أصعب موقف اليوم سألني واحد. والله موقف صعب. كانوا امتحانات اللغة العربية، وبعدين قبل ما يدخل الامتحان ب10 دقائق حوالي. ايه؟ بعدين خشيت اشوف المدير ابغى كان ضروري، بعدين خشيت وما في المدير في ورقة الامتحان اللي حق اللغة العربية قبل ما ندخل. بعدين شليت الورقة، دخلت شليت الورقة اجي وهي شليتها وخرجت على طول قبل ب10 دقائق. رحت حليت انا واصحابي من 3. ايه؟ بعدين قبل ما خلاص اجى الامتحان حليت الامتحان، بعدين انكشفت في الفصل ان الامتحان تسرب. بعدين عرفت المدير انه انا. بعدين المدير عرف انه انا، بعدين خلاص طوالي من ساعتين قال لي محضر. هذا الشباب ترى يشارك معاكم. بعدين اشتكى بي عند الوالد، خلاص الوالد خاصم هو على طول رسبني من المعسكر هذه باللغه العربيه. يعني سوى لي محضر. لا والله. عمي نكتة ثانية. قال لك في شباب 4 من هذا الصالي ماشي في حرمة ماشي بعد حلاوة شريفة ومدري ماذا. الحرمة هذه شريفة. هذا لما هذا قام يغازلها، هذا الأول يغازلها، وبعدين ذا شكيت على زوجها مدري ماذا، قال أوعدي لهم هذه لهم واحد. هابت الأول واحد، هابت الثاني واحد، يعني ذاك يجي ساعة يعني بساعة بعد ساعة، وخبت زوجها في الغرفة الثانية. نفر الرجال قال ما تديري، قال ادي لي حبحبه الاول. الثاني قال الثالث قال ما ادي لك، قال ادي لي موت. ذاك يشتري الحبحبه وذاك يشتري الحبه التفاح واقوم على حسب الوقت. صاحب الحبه راح بالتبع ودخلت المجلس.
أتى صاحب الحبة التفاح دخلته جنبه. أتى صاحب الموزة دخلته جنب اللهم الفرضة ما شاء الله. قام زوجها خرج من الغرفة الثانية قد دقت عليه، هذه في وعد مع زوجها. فنزل عالي زوجها وبدأ عليهم الطرف، هم جالسين قال ما شاء الله ما هو اللي جابكم. والله ما دخل لا والله ما بولع أنتم يعني ذا حرام وطلع خلاص. كل هذا الحبحب ذاك بنقيسه ينقب له وذاك الحبحب التفاح قدامه وذاك الموز قدامه. قال له قسما عظما لا ما كل واحد يبز الذي قدامه ويدخله بنقيسه. اما من ساعته صاحب الحب الموز مسك تيزه ودخل حب الموز كان يدخله بنقيسه سهل. اما صاحب التفاحه كان يعاكر شي دخلت الحبه التفاح. قام يضحك ابتسم للناس وارسم بلامل وجه الحياة وانسى همك دام ربك يسمع كلام. ايش سوى صاحب الحبحب؟ ما دخلها الحبحبه من تيزه كلها. الحبحبه كلها. عليه المفاقع. شي دخلت الحبه التفاح كيف عاد الحبحبه. باقي مرة واحدة في حياتي رحت في جامع صلي. ايه وما فيش إمام دخلوني على الإمام. قرأوا الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين. وقرأت الفاتحه اللي بعدها ونزلنا سجدنا الركعه الاولى والثانيه نسيتها طلع القى معاه سجدي وانا اقرا فلت لهم ومشيت. فجاه يعني واحد يتقدم وانا اهرب. ابتسم للناس وجه الحياة وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي. والله في يوم من الايام كنت ادرس في الصف السابع في المدرسه، وكان مدير المدرسه مشدد علينا في الواجبات والغيابات كذا. كنت اخاف من المدرس، كنت اشيل كتبي ما يدخل هذا المدرس، اشيل كتبي من الشباك ارميهم لورا المدرسه واستاذن منه اقول له بطلع وشيل كتبي ومع ذا. كنت اكثر الغيابات بسبب هذا المدرس، لحتى من كثر الغيابات قدم شكوى ولكن الملف حق الشهايد ودى الوالد حق اشتكي. هذه في يوم يعني كنت تمكنها طالع نازل. كنت انا من اكثر العبيطين في المدرسه. الله. وانا وجنبي برضه هذا زميلي عبد الواسع. وانت ايش تسوي؟ انا حصل لي موقف مره احنا نلعب عاد احنا قبل العيد هكذا نلعب ناري احنا والاطفال والرجال. عاد احنا اطفال واحنا نلعب القنفنه قاز ونبخبخ يعني نخرج نار بالغاز؟ بالقاز غاز في فمك. شرب الفم قاز. قال يولع صاحبي جنبي وانا بخ ويقول نار. ايوه بعدين ايوه كان في فمك غاز. في فمي قاز كان. يلا وصاحبي يولع لي وانا ابخ. لما واحد هناك وجالس ما هو عارف ومعه قميص. يلا واحنا نبخ ما شفت الا ولع. حركت الرجال بعدين هو لافى نفسه شرح قميصه على طول كله للارض. هذا الموقف اللي خفت منه حتى انا لا يكلم ابويا. باقي نكتة ولا اي شيء؟ والله هذا اللي حصل لي المواقف الصعبة. عندك نكتة؟ والله يا طول العمر وهذا مرة في أيام طفولتنا. هذا برضه كان عنده بقالة. هذا كان عنده بقالة في هناك في البلاد. يوم من الأيام أجيت بعد المغرب قال لي برميك معه حبة. أنا ما توقعت إنه بيرميني جد. قلت له تحديته أنا طخني في راسي في الحبة. إيه فلت البقالة وشرد. أنا من كثر لما أشيل الكرتون البيض وأطرد ورا أوصل على مسجد أخوه ما لك أطخه فوق أخوه وشرد. الله. وجه الحياة ابتسم للناس وارسم بلامل وجه الحياة وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي. اوكي. وبعدين كل ما جيت الواحد ماشي هذا الموقف انا انساه طول بروحي يعني. لا انت تسلفت كنت تشتري تتسلف من اصحابك. ايه وكان الجماعه ذاك اليوم كلهم كفار. ايه كل ما جيت عند واحد قام كفران وانا اللي فلوس عند واحد والرجال اللي كان فلوس بالدعم كان مش موجود. وجيت ابغى فلوس
عشاء ونبغى نبغى حاجة ولا فينا غيرها. وهم ضيوف عاد ما جوا وهم ضيوف عادهم أجر عندي وناس يعني كرمون أكثر من مرة. الله والله العظيم إن هذا الموقف هذا أنساه طول عمري بحياتي بس الحمد لله دبر. الحمد لله. هذا الموقف والله العظيم في لما أسعد. باقي نكتة غير النكتة الأولى؟ والله في عدة نكت. طيب جيب اللي عندك، كل النكت اللي عندك جيبها. في واحد مرة رحنا بفندق ننام، إيه؟ بعدين دخلنا ننام فندق، وصلنا وفي واحد منهم يشخر إيه؟ يشخر في منامه. يعني أول مرة يقول كا قلنا له سمحنا له بهذه هذا ساعة وقال بف ساعة يقول كا أخ بف التس ما إلا قمنا سحبناه الراجل هذا ونشد منه نضربه ونسحبه برا. سمعنا له بالأخ والبف قلنا له متس ما عشنا فيه ما مزعل مننا. يعني كده تس ينسم من تحت. ما يعني شعور يعني سمعنا له أخ شيء أكن النوم زاد يعني ضافنا بف هذا ساعة وزاد قال تس قلنا له سمحنا لك بالأخ والبف والتس ما عشنا بيه يا أخي. كلام. طيب باقي غيرها؟ باقي غيرها مرة أنا جيت عند خالي بعدين في ثعلب كان عنده دقائق. خالي كان عنده دقائق والثعلب هذا كان يومي يبذل دقائق ويأكله ويروح. قام هذا لما العشي خالي يكلم أخوه قال له اسمع يا أخي العكش هذا شاد دمرنا كملنا الدقائق كيف نسبر به؟ قال ما ولا بكرة لما يدخل نرتب له هو يدخل واحنا نبند الباب عليه. قال له تمام. قام العكش هذا رتبوا له بكر على عوده دخل ومبندوا قال الباب عليه. يلا قام اخوه قال له انا شدخل وهذا لاخوه الثاني صميم هذا له صميم قال له ان ترتب هنا كان عبو الشقاب كذا لاقي صغير. قال له خرج من هنا ولا هذا حط الراس الميمون. قال له تمام. هذا له صميم وجلس عند الشقاب برا وذاك دخل داخل الغرفه يدور يا طلع العكاش. قال له لا خرج من عندك اقتله. قام دور والعكاش قدوه مختبي بين الحشيش ما معقول له قام يبدي يقول له قد خرج شيء سال اخوه بدى راسه كذا قال له اخوه اسلقوه السمين من برا قال قتلكني يعني بدل ما يقتل العكاش يقتل اخوه فضرب اخوه الراس. الله المستعان. ابتسم للناس وارسم بلامل وجه الحياة وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعيت. ما يدوم الحال مهما طال يا بنادم مداه كل شي وله نهاية دام كل به بديت. ابتسم للناس وارسم بلامل وجه الحياة